مساء الخير، ازيكم؟ اتكلمنا في فيديو قبل كده عن اكتمال القمر في برج السرطان. تعالوا النهارده نتكلم عن تراجعات المريخ في السرطان وازاي نقدر نعدي الفترة الصعبة دي بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة جدا 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 بأبسط الحاجات اللي عندنا في بيوتنا. القرفة يا جماعة، الله على القرفة وجمالها. اولا احنا في موسم يعني في فصل الشتاء، وفصل الشتاء يحب القرفة لانه بيدفي، لكن كمان القرفة بترفع طاقة الجسم وبتدعم حاجة اسمها شاكرا المعدة، وبتدعم حاجة تانية اسمها شاكرا الحنجرة، فبتخلي الناس تقدر تتكلم كلام في الخير، تخلي الناس تبقى بتتكلم بأسلوب أحسن، يبقى فيه هدوء، يبقى صوتك أوضح، يبقى عندك نقاء في المكان ده. أما عن شاكرا المعدة، ودي أهم الشاكرات لأن هي احنا بنسميها الضفيرة الشمسية، لأن هي اللي بتربط ما بين الشاكرات السفلى والشاكرات العليا، هي شاكرا الضفيرة الشمسية. فدي أهم حاجة إن احنا نستخدم القرفة في المشروب، وكمان ممكن تستخدموها في البخور، يعني تقدروا تحطوها على فحم، تحطوها على المبخرة الكهرباء، تحطوها بطريقة معينة فتبقى عاملة طاقة دفء في البيوت بتاعتنا. ما تنسوش ان اكتمال القمر وانه تراجعات المريخ الاثنين في السرطان دول عاملين شويه ازمات. يعني احنا عندنا برج العقرب، برج السرطان، برج الحوت هتتعرضوا لازمه كبرى بدءا من تراجعات المريخ يوم 6 يناير. ممكن يبقى فيه صدمه، ممكن يبقى فيه خبر صعب تسمعوه، ممكن يكون فيه حاجات كتير انتوا مش عارفين تمروا منها. طب تعالى اقول لك على حاجه ثانيه، انت عندك سرطان، اسد، عذراء، ميزان، عقرب، قوس. برج القوس قد تسمع خبر يزلزل أبدانك. احذر من الاندفاع، واحذر من انك انت تاخد قرارات ما تكونش قرارات مظبوطة قوي في وقت ما يكونش فيه دعم فلكي ليك. اما مثلا لو اتكلمنا عن برج العقرب، برج العقرب هيتأثر زي ما قلنا جدا. أما برج الميزان من أكتر الأبراج المتأثرة لأنه موجود في بيتك الثامن. احذر يا برج الميزان، احذر يا برج الميزان. أما عن الأسد والحمل فطبعا هم متأثرين جدا جدا جدا. ما تنساش يا حمل إن أنت عندك حمل، طور، جوزاء، سرطان، بيتك الرابع، مربع فلكي فيه اكتمال القمر في المربع الفلكي ده، يعني العيون عليك، يعني انت تحت الميكروسكوب، يعني انت الكل مركز معاك. وما تنساش كمان ان في تراجع للمريخ في بيتك الرابع، مشاكل، تسمع اخبار صعبه. احذر كمان يا برج الدلو، عندك بلوتو، وبعد بلوتو موجود كمان في السرطان اللي هو دلو، حوت، حمل، طور، جوزاء، سرطان، البيت السادس. احذر من انفعالات يا برج الدلو. أما عن الجدي والعذراء والطور فالحمد لله إنه طبعا دعم أثر عليكم، لكن عندكم أورانوس مدي دعم كويس لأنه موجود في برج الثور. عندك الشمس وعطارد موجودين في برج الجدي، فدول عاملين لكم توازن. فإحنا عندنا هنا الأبراج المتأثرة طبعا هي الجوزاء، بيت المال. احذر، احذر من مصروفات زائدة عن الحد، احذر من إنك أنت تطلع يعني تتداين، احذر من الديون. انا بحذر كل الناس الفتره بس بتاعه تراجعات المريخ اللي هي لمده شهر، بعدها باذن الله الدنيا تظبط مع ناس كتير. كان معاكم سارة فودة، خبيره الفلك والطاقه والتاروت. سلام.